السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي. معاكم هويدا نور، مدربة الإيتامين والكنفا وصاحبة وأدمن صفحة وجروب إبرة وخيط للمنتجات الخشبية والتطريز. النهاردة إن شاء الله هنبتدي سلسلة أو أول فيديو من سلسلة تعليم الإيتامين. اتأخرت عليكم شوية، بعتذر لكل اللي طلبها مني من فترة، لكن إن شاء الله الفترة اللي جاية هنبتدي نعمل سلسلة من الفيديوهات. اتمنى انها تعجبكم وهيكون فيها كم معلومات اللي اقدر افيدكم بيها ان شاء الله. هنبتدي الفيديو النهارده بتعريف الخامات، وطبعا بما اننا هنتكلم عن الايتامين فهيبقى اهم خامة عندي هنا اللي هتعلم عليها هي القماش. هنتعلم مع بعض انواعه، مقاساته، الالوان المتوفره منه، اسعاره. هحاول بكل المعلومات اللي عندي ان شاء الله النهارده ان انا افيدكم بالنسبه لخامه القماش. قبل ما نبتدي بالخامه ونعرف كل حاجه عنها، انا حابه بس ادي نبذه عن نوع من انواع التطريز على الايتامين، هو التطريز السيناوي. بعتز بيه جدا وبحبه جدا، وبفخر انه موجود عندي هنا كمصرية في شمال سيناء. التطريز من الحاجات المبهجة جدا جدا اللي ممكن تقتنوها من شمال سيناء. مفيش بنت ولا ست في سيناء الا اذا كانت بتعرف تشتغل وتطرز التطريز ده. الوانه مبهجة، من اهم الالوان بتاعته الازرق والاحمر والبرتقاني بكل درجاته. زي ما احنا كده شايفين كده في وحدات على القطعة دي وحدات انا واخداها من شغل سيناوي. كل قبيلة بيبقى لها رسمة ووحدة معينة بتميز القبيلة دي وبتبقى معروفة بيها. تقريبا مفيش بنت او ست ما بتعرفش تطرز، يعني من وهي صغيرة بتبتدي تطرز طوب الفرح بتاعها والمفروشات وأطقم يعني اللي هي بتستعملها، حاجات كتيرة جدا بيدخلوا فيها التطريز. قد ايه بتبقى جميلة. الطوب بتاعها بيبقى مليان تطريز، وكل الوحدات اللي بتبقى موجودة فيها، يعني الست لو ماشية في القبيلة بيبقى معروفة القبيلة دي، الست دي من انهي قبيلة، اذا كانت متزوجة، ارملة، لسه بنت ما اتجوزتش. كل ده يعني كم من المعلومات بيبقى موجود على الثوب اللي لابساه البنت او الست وهي ماشية. طبعا ده يعني حاجة قد ايه، يعني الواحد لو عنده كم من المعلومات دي يعني تحسي ان هو تاريخ ماشي على الارض. انا يمكن معرفش غير قشور عن الفن ده، لكن برغم كده انا ببقى مبسوطة جدا لما بشوف التطريز بتاعهم. دي بس حبيت ان انا اتكلم قد ايه التطريز بالنسبة لشمال سيناء قد ايه جميل، ويمكن هو قريب من التطريز الفلسطيني بحكم الحدود اللي موجودة. فالاتنين طبعا ليهم جمال وروح مختلفة عن اي نوع من انواع التطريز اللي ممكن هنشتغله بنفس الغرزة على نفس القماش. لو جينا ونقول نتعرف بقى دلوقتي على القماش اللي موجود معانا او المتوفر في السوق المصري. احنا دلوقتي بقى متوفر عندنا تقريبا ماركات كتير. في عندنا المصري وفي الصيني، اتحاد اوروبي، الفرنساوي شوية دلوقتي بقى نادر او اللي هو الجي ام سي. في انواع شوية كتير موجودة دلوقتي. لو هنتكلم عن المصري، طبعا بيبقى الشغل عليه طبعا شوية
بيبقى احلى كتير في الشغل السيناوي علشان الفتحات بتاعته. متوفر منه اللون الاسود، وده اللون الاساسي اللي موجود، او اللي بيبقى عليه الشغل السيناوي بيبقى اساسي في الاسود. في موجود عندنا الابيض، كمان موجود الاحمر، دلوقتي ابتدت تنزل في الاسواق في الازرق وفي الاخضر، بس الحقيقه مش موجود عندي. الخامه قطن 100%، حلو وطري، يعني حلو في الشغل جدا. بالنسبه انا بفضله قوي قوي في الشغل السيناوي، حلو قوي. سعره كمان سعره حلو جدا، سعره ما بين 70 ل 80. لكن في الحقيقه انا بعيب عليه حاجه واحده، ان هو مش متوفر منه غير مقاس واحد، اللي هو 11 مربع في البوصه. يعني ايه 11 مربع في البوصه؟ معلومه بقى كده لازم نعرفها من البدايه، ان قماش الإتامين او الكنفا بنقيسه بالبوصه. كل ما زادت، يعني انا لو عايزه اعرف المقاس ده كده، اعرف هو فيه كام غرزه في البوصه عشان اقدر احدد الرسمه بتاعتي هتبقى مساحتها قد ايه، فانا بقيس بالبوصه. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اول ما هنبتدي نشتغل هوريكم ازاي هنقيس ونحدده على الباترون. فانا عندي هنا فتحات الإتامين المصري، فتحاته واسعه، فهيبقى حلو جدا في الشغل السيناوي. لكن في الباترونات الاجنبيه اللي احنا بننزلها من النت او ان احنا بننفذها، انا بحس ان هي بتديني مقاسات كبيره، وكمان الخيط لازم هيبقى معايا شويه، يعني الفتحات واضحه شويه، فهنضطر نشتغله بفتلتين زياده. فانا بحب الحقيقه في السيناوي تمام، ما عنديش مشكله فيه، لكن بالنسبه للباترونات الاجنبيه انا بفضل الاضيق. ده بالنسبه للمصري. لو هنشوف بقى بالنسبه اللي موجود عندي تاني كمان بقى كده، انا بس اشيل كده. عندي ده كمان من ضمن الالوان اللي معروفه في الإتامين المصري. عندي الإتامين الصيني، في منه الضيق زي كده، وفي منه الاوسع. ده شويه انا هجيبه لكم كده عشان يبقى باين، اعتقد كده اوضح. يعني هو انا الحقيقه ما ارتحتش فيه قوي في الصيني، يعني حسيت ان هو ناشف زياده. يعني انا هبعد لكم كده الصوره، ناشف شويه، يعني انا ما ارتحتش الحقيقه فيه. في عندي نوع تاني كمان، في عندي لو جينا نبص كده هنلاقي الدي ام سي الفرنساوي، ده مقاس واسع شوية، ده 11 مربع في البوصة. زي ما قلنا يعني ايه 11 مربع في البوصة؟ يعني بيديني 11 غرزة في البوصة، والبوصة 2 سنتي ونص تقريبا، فدي بيبقى عدد الغرز اللي هيدهاني في الشغل. ده اللون اللي هو البيج المصفر شوية. في عندي بقى الدي ام سي الضيق، ده اللون بتاعه الاحمر، ده 14 مربع في البوصة، وده طبعا بيديني تأثير حلو قوي قوي. لو قربنا كده شايفين 14 مربع في البوصة، يعني 14 غرزة في البوصة. طبعا بيديني شكل حلو جدا للباترون. كمان في منه ميزة الاتحاد الاوروبي او الدي ام سي، ان في منه الوان، وطبعا دي بتديني حرية جدا ان انا اشتغل. يعني مثلا ده عندي الاحمر، في عندي هنا الاوف وايت، بصوا قد ايه الفتحات بتاعته. في كمان
الكحلي. يا رب كده بس الاضاءة تبقى باينة. ده الكحلي، في طبعا منه الوان تانية كتير. ده ال14 مربع في البوصة الدي ام سي، ده سعره تقريبا حوالي 400. بقى نادر شوية في ان احنا نجيبه. عايزة اوريكم كمان نوع، ده الاوف وايت ال17، سوري ال11 مربع في البوصة. عايزه اقول لكم ان ده فرق جدا معايا في باترون. كنت بعمل باترون معين لبوك مارك وما اخدتش بالي، كانت نضارتي مكسوره، ما اخدتش بالي من ان المقاس مختلف. وبعد طبعا انا في مقاس معين للبوك مارك بعمله، بعد ما قصيت القماش وجيت اشتغل الباترون لقيت فيه فرق في الحجم. طبعا الباترون عدد الغرز فيه كانت اكبر من هنا، فاداني الحجم بتاع البوك مارك. الباترون ما كفاش المساحه اللي انا كنت قصاها، فطبعا دي كانت مشكله كبيره بالنسبه لي، واضطريت ان انا اعيد الشغل. فدي حاجه ضروري ان احنا ناخد بالنا منها. ان شاء الله هنتعلمها مع بعض في فيديو من الفيديوهات، ازاي نقرا الباترون وازاي نقدر نحدد المقاس على حسب عدد المربعات عندي في البوصه. في كمان نوع نازل حلو قوي. لحظه انا هوريه لكم. النوع ده إتامين اتحاد أوروبي. بصوا قد ايه بقى الفتحات بتاعته ضيقة. ده 22 مربع في البوصة. لكم أن تتخيلوا طبعا الباترون، لو نفس الباترون بنشتغله على القماش ده أو القماش ال11 مربع في البوصة أو القماش اللي هو 14. فعايزه اقول لكم يعني انتوا متخيلين نفس الباترون ممكن يديني كام مقاس في الثلاث مقاسات دول. عشان كده دي خطوه مهمه جدا، ان احنا لازم نعرف القماش اللي احنا بنشتغل عليه مقاسه قد ايه. دي حاجه مهمه جدا جدا، من الحاجات الضروريه اللي لازم نبقى نتعلمينها ونعرفها. طيب في معلومة تانية أنا حابة إن أنا أقولها عن الإتامين. دلوقتي متوفر في السوق الإتامين المطبوع، اللي هو بيبقى زي كده. ده إتامين مطبوع وبيبقى جاي معاه الباترون بتاعه والخيوط، وده الشكل النهائي للرسمة، وده شكل الغرز اللي هنستعملها. ده نوع من انواع الإتامين. الحقيقة انا مش بفضل النوع ده، انا بفضل النوع اللي هو زي زي السيناوي كده بطريقة العد. ان انا بعد، لو خدتوا بالكم هنا من الباترون بتاعي ان هو متقسم لمربعات. المربعات دي هي الباترون اللي انا بتكلم عليه، وان انا ممكن يا اما اشتغلها بالرسمة زي ما الرسمة كده موجودة عندي، يا اما هشتغلها بطريقة العد زي ما الباترون متوفر عندي. انا الحقيقة بفضل الطريقة دي، وان شاء الله هنتعلمها مع بعض في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله، بعد ما نخلص سلسلة الخامات او الفيديوهات الخاصة بالتعريف بالخامات. يا رب اكون وفيت. لو اي سؤال حابين تسألوه عن الخامات، اماكن بيعها او تكلفتها او اي حاجة، اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم، او هسيب لكم لينك الصفحات بتاعتي على صندوق الوصف. وان شاء الله
اقدر اجاوب على اي سؤال تسالوه، ولو ما كنتش عارفه الاجابه هدور لكم على الاجابه ان شاء الله وابلغكم بيها. لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير، ولو اول مره تشوفونا سبسكرايب وتفعيل للجرس على الكل، علشان تتابعوا معانا سلسله الفيديوهات التعليميه الخاصه بالإيتامين. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله، مع خامه جديده من خامات الإيتامين اللي هنشتغل بيها ان شاء الله. السلام عليكم.